بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم. فيديو بعد غياب طويل تقريبا 10 شهور، على بالي طولت عليكم بزاف. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية يا رب. وبما أني طولت عليكم بغيت نولي لكم بوصفة حلوة، تنفعكم، خفيفة وبزاف بزاف بزاف بنينة. فريمون ليا كلها عندي يسقسيني على الوصفة تاعها. جربوها وخبوها رمضان ان شاء الله صايي ما بقالاش بزاف، ربي يبلغنا ليه، لا فاقدين ولا مفقودين. التحلية هي تحلية الفلون فانيلا، وانما نقولها تحلية الكراميل. هنا نجيبو عنا كاس وربع والا كاس ونص تاع سكر عادي كريستاليزي، ونحطوه فوق النار نخدموه كراميل. نديروه على نار هادئة هادئة جدا، ومرة على مرة نعاونوه. شوفوا دوك نوريكم هنايا، نريقل معاكم النار تشوفوا. ومرة على مرة نعاونوه بالملعقة، ماذا بيكم تكون تاع خشب، ما تكونش ملعقة تاع حديد هكا باش ما تديلكمش الكريات بزاف. ولا نقصوا النار بزاف وخلوا السكر هذاك حتى يذوب لكم تماما. وهنا نقول لكم نعاود لكم، ما تخلوش الكراميل تاعكم يتحرق، وقفوا عليه كي تكونوا تخدموا فيه. شوفوا هنايا اللون اللي تحصلت عليه ماشي محروق وماشي هذاك اللون الفاتح تماما. نحتاجوا هذا اللون في التحليه تاعنا. هنا غادي نجيبوا ليمون تاع لي بابا تاع الحديد هادو، ولا كل وحده دير المول اللي يساعدها. انا نفضل في هاد ليمول باش يجوا شابين، ولا في دارنا هكاك والفنا نديروها في هاد ليمول. سينو نديرو اي مول عندكم، مستطيل تاع الكيك ولا مربع، ولا اي مول يساعدك انتي تخدمي فيه، ولا تاع لي كيش. كل وحده دير دوك نتوما كي تشوفوا الشكل النهائي غادي تفهموا المول اللي تقدروا ديروا فيه. ما راكمش مقيدين باش ديروا فيه، المهم مول يكون يستحمل الكراميل. الفكرة تاع هذه التحلية هي كيما قدرة قادر، إذا تعقلوا عليها كانت دايرة ضجة واحد العام فهاكا في 2014 2015 الله أعلم. المهم هنا وريت لكم ليمول تاع الكراميل، لافاني والفلون تاع لافاني. وهنا اللي خدمت فيها الكراميل في نفس الوعاء اللي خدمت فيه الكراميل نجيب نصف لتر تاع الحليب. ما فيهاش بزاف المقادير، تجيكم اقتصادية بالبزاف على قدرة قادر. ملعقة صغيرة ولا نص ملعقة تاع لافاني هنايا اختيارية باش تزيد، برك باش تعزز نكهة الفانيلا في الفلون. كيما راكم عارفين دي فوا يكون واحد الفلون ما تجيش فيه بنته باينة. ونزيدو لهم 4 ملاعق فلون تاع لافاني، ونحطوهم فوق النار نشعلو عليهم حتى يغلي كيما من طيبي فلون عادي جدا اللي نديروه لوليداتنا، فلون عادي جدا. كي يغلي نطفي عليه ونروحو نديروه في ليفيغين ولا في هادوك لي مول اللي وريتهم لكم. ومن الحماس تاع التصوير اذا راكم تشوفوا معايا قرضت الفوي تاعي، معليش ديروا روحكم ما شفتوش. شوفوا هنا الفلون تاعنا غلا، نستف لي مول تاوي ونحطه فيهم بكميات متساوية. كما راكم تشوفوا هنا أنا راني دايرة 9 تاع ليمون فيهم الكراميل. بصح من بعد نقصت واحد، كانت رهوفة قالت لي خاصني ناكل الكراميل هذاك، عطيته لها وخليت 8 برك. تما اليوم حضرت معكم بنص يوطرو تاع حليب داير لي 8 تاع ليمون. وهادو الكبار البنات، كاينين المتوسطين وكاين الصغار، هادو اللي راني دايرتهم الحجم الكبير. دوك تشوفوهم معايا من بعد في صحن التقديم. كيما راكم تشوفوا هنا ما عمرتش ليمون حتى للفوق، وما غاديش نعمرهم حتى للفوق خاطر مازال غادي تجي طبقه تاع البسكوي. نورمالمون كي قلت لكم قدره قادر ديجا راكم فهمتوا الفكره. طبقه تاع البسكوي غادي تجي وحتى هي ما نعمروش حتى للفوق. كملوا معايا دوك تفهموا. غادي نخلي الفلون تاعي كوتي غير هكاك، راه الشتا ما نديره لا في الثلاجه لا والو. ونروح المقادير، عندي حبه بيض، نص كاس تاع الزيت، نص كاس سكر، نص كاس حليب، عندي ملعقة كبيرة تاع الكاكاو وفيها رشة ملح كيما راكم تشوفوا باش نحسنوا الذوق، وعندي نصف كيس تاع خميرة حلويات وكاس تاع الفارينة. وكما قلت لكم هنا خليتهم غير فوق البوطاجي باش يجمدوا. ما جيت نخلط البسكوي هذاك وكاع ديجا كان الفلون تاعي هذاك شد روحه. نخلط المقادير بطريقة عشوائية
المهم يتجانسوا لك المكونات وتتحصلي على قوام كيما نقولوا ليس رطب، وما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. دوك تشوفوه معايا في التالي. كيما شفتوا درت نعاود لكم المقادير وغادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. درت حبة بيض، نص كاس زيت، نص كاس سكر، نص كاس حليب، ملعقة كبيرة تاع الكاكاو معاها قرصة تاع ملح، عندي نصف كيس خميرة حلويات، وعندي كاس تاع الفرينة. شوفوا معايا البنات فريمون هاد الوصفة اقتصادية بالبزاف. شتو ديجا في الفلون غير نص لتر تاع حليب، وهنا تاني البسكويت تاعنا غير بحبة تاع بيض، وانتي حمرتي وجهك ودرتي تحلية راقية، وعلى بالي غادي تجربوها ما غاديش تشبعوها. وخبوا الوصفة رمضان، واذا جربتوها خلولي ارائكم، بالك نولوا للجروب تاعنا تاع الفيسبوك هذاك روحوا عاودوا نشطوه. على بالي بلي غبت مدة طويلة، ما على باليش اسكو غادي نعاود نصيب نفس الدعم اللي كان عندي في القناة. مدة 10 شهور ماهيش مدة قصيرة يعني باه تحافظي على نفس المستوى تاع القناة وكلش. مي انا عندي ثقة كبيرة فيكم، ان شاء الله تدعموني ونعاودو نطلعوا القناة من جديد. وصدقوني البنات الفيديو هذا مالغري راح دي واحد لابياس من التريبي تاعي الكبير اللي نصور به، صورت بالصغير ما ساعدتنيش بزاف زاوية التصوير، بصح هكاك وكملت كوراج قلت لازم نصور. ومن بعد في المونتاج تاني ما على باليش كي غادي يوصلكم المونتاج. تقبلوا اي اخطاء اليوم في الفيديو خاطر غبت فترة طويلة، راني عاد ريبروني من جديد ان شاء الله. وان شاء الله يعجبكم هذا ما نقولكم. دعموني البنات، ما تنساوش اللايكات والاشتراك والبارطاج، اكدوا لي على البارطاج. هنايا بعد ما كملت الخليط تاعي تاع البسكوي كما راكم تشوفوا، هنا انا درت غير مغرف. هي في المول الواحد تجيك زوج مغارف تاع البسكوي، انا درت الكميه الاولى ومن بعد عاود زدت. قلت لكم مش عارفه علاه درت هكاك مالغري موالف ندير ديريكت مباشره ندير زوج مغارف. انا على بالي بلي هذيك هي الكميه المناسبه للليمون. المهم اكو تعرفوا الواحد كي يجي يصور ينسى كاع كيش كان يخدم الحاجه هذيك. راني درت معكم اليوم فيديو بكل عفويه. هنا بعد ما كملت الكميه تاع البسكويت اللي كان عندي، نكون ديجا سخنت الفرن مسبقا. انا هنا طيبتهم في الفرن هذوك تاع السعاده كما تقولوا. سينو طيبيه في اي كوشه عندك، خاطر ما يحتاج كيما نقولوا درجه حراره محدده. كما راكم تشوفوا هنا انا نهز في ليمون، سرعت الفيديو باش الخليط تاعي هذاك يتساوى. وجبت هنا المول اللي يرفد لي ولا البلاطو عفوا اللي يرفد لي كامل هذوك ليمون. انتي دوكا على حساب المول اللي درتيه. علاش درتهم في مول؟ خاطر غادي نطيبهم في حمام مائي ولا حمام مريم. انا من جهه واحده اخرى كنت سخنت الماء تاعي وعمرته في طاس، وجبت هنا لي فيغين تاوعي ولا لي مول تاوعي وحطيتهم بهذا الشكل. ومن بعد نجيبو هنايا في الجانب تاع البلاطو، نجيبو الغراف تاعنا ونقعدو نضيفو في هذاك الماء بشويه. قلت لكم البنات يكون ساخن هكاك باش تسرعوا العمليه تاع الطياب برك هذا مكان. وبالنسبة للطهي ولا درجة الحرارة، هنا عندك اختياري، يا إما تشالي الفرن تاعك غير من التحت ويطيب لك على حمام مريم، ولا تشالي عليه غير من الفوقة ونفس الشيء يطيب لك هذاك الكراميل ما يتحرقلكش خاطر رانا دايرين الماء. ولا ديروا كيما انا الفور تاعي هذا الكبير تاع السعادة. لو كان ما نشالهش من الفوق شغل ما يدورليش الحمان هذاك وما يطيبليش مليح. الور انا شعلت له شويه من التحت ناقص ومن الفوق ناقص، وخليته حوالي ربع ساعه حتى 20 دقيقه، وخرجته كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. البسكويت تاعك يبقى من الفوق والفلون تاعك يبقى من التحت يولي سائل. خليته برد وتجانس وتماسك، وجبت الخدمي كما راكم تشوفوا، ونحاول غير بشويه ندور مع الحواف هكا برك باش تسرعي العمليه وهذاك البسكوي ما يسخلكش تخرجيه مشوه. شوفوا البنات الشكل تاعه كيفاش جا، وشوفوا الكراميل كيفاش سال. هنا مالغري ما خليتهش بزاف البنات طول، غير جيست تشد روحها وقلبتها لكم باش نصورها لكم في صحن التقديم. وبالنسبه هنا راني نوري لكم من هذاك الكراميل. تقدروا ديروا عفسه هكا بيرتور فيه الماء حامي ولا، وتحطوا هذوك ليمون فيه حتى يعاود يذوب لكم هذاك الكراميل. ديروهم شغل ذوبوهم هما ثاني حمام مائي. وهنا انا التزيين خيرت اني نزينه بالفراوله. كما تقدري تستغني على كلش تحطيه غير كيما راه، ولا ديري له
ديري له اون غوزاس تاع الكريم شونتي، انا ما نفضلهاش الصراحه، خاطر نحسها بدلت لي الذوق تاع الفلون تاعي باش نقعدو غير في التام تاع بسكوي وكراميل. ونصيحه البنات في هذه التحليه ماذا بيكم تحطوها قبل التقديم، تقلبوها هكاك قبل التقديم بفتره. علاش؟ باش هذاك البسكوي تاعكم يتشرب لكم الكراميل مليح. هو غادي كون تاكليه هكاك جيست تقلبيه تحطيه وكاع يجي بنين، بصح ماشي كيما من تكوني ديجا قلبتيه قبل البسكوي تاعك هذاك تشرب لك هذيك الكميه تاع الكراميل. هذا هو الفلان تاعنا البنات في صحن التقديم. صدقوني ماشي كيما راكم تشوفوا في الفيديو هكا تبان لكم طولت عليكم بالهضره ويا، ديريه في رمشه عين ويجي بنين بالبزاف. ودوك نقسم معاكم تشوفوا القوام كيش جا داير. وقبل ما نروح وقبل ما نكمل الفيديو بغيت نشكر ماما بالبزاف، هي دايما الرسمي تاعي وهي اللي راها عليا من اللي حبست يالله عاودي يالله ارجعي. وبعض المشتركات ثاني ما ننساش خيرهم يعني. شكرا شكرا لدعمكم واللي ما نسيتونيش. وكما قلت لكم ماما هي رقم واحد، ارجعي للقناة ارجعي للقناة. شكرا وربي يحفظك لينا ويخليك لنا دائما دعم. وصلنا نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقولكم إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.